بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اليوم قريت واحد الخبر في أحد الجرائد الإلكترونية الفرنسية الصادر بتاريخ 30 شهر 3 2006، والخبر كيبدا كالتالي: لا بوليس إسبانيول a démantelé un réseau de trafic de drogue. يعني البوليس الإسباني قام بتفكيك واحد الشبكة ديال الاتجار بالمخدرات اللي كانت كتستعمل واحد النفق تحت الأرض، ان تونيل سوتيران. وهذا النفق كان كيستعمل لنقل الحشيش. البوليس الإسباني اكتشف على أن هذا النفق فيه سكك، يعني بحال ديك السكة ديال التران، وفيه عربات اللي كتمشي فوق هاد السكة، وهاد العربات تستعمل لنقل الحشيش، يعني دي بالو دو حشيش، معنى بلاط ديال الحشيش او حزمات ديال الحشيش من المغرب لسبته المحتله. العمليه خدات عام، اللي غادي تخلي البوليس الاسباني يكتشف على ان هناك متاهه ان لابيغانت، يعني واحد المتاهه ديال الانفاق اللي كتشبه الانفاق ديال المناجم. كما تعلمون على ان المنجم فيه مجموعه ديال الانفاق، وكل نفق فين كيدي، والعمال كيمشيو مع هذا النفق ويمشيو مع هذا النفق ويمشيو مع هذا النفق، والنفق فيه سكات فوق عربات كيخرجوا هذاك الشيء اللي كاين في المنجم. وزير الداخليه الاسباني دار واحد الكومينيكي، واحد البيان صحفي، وقال على ان هذه الشبكه كانت كتزود اسبانيا بالمخدرات وكذلك بعض الدول الاوروبيه. هذه العمليه اللي خدات عام كما قلت اسفرت عن توقيف 27 شخص و17 طن ديال المخدرات، و17 طن هي 17,000 كيلو، بحيث أن الطن فيه 1000 كيلو. أنا كنتسائل واش التقنين تاع الحشيش في المغرب يعني دفع هاد العصابات وهاد الشبكات بعيدا، بحيث أنها ما يمكنش أنها تجمع وتكتل وتولي تهرب هاد المادة، أو أنه أعطاها فرصة باش تكاثر بحال الناموس وتهرب يعني هذا الحشيش من المغرب إلى أوروبا، وبالتالي يعني تشكل واحد الخطر سواء في الحاضر سواء في المستقبل. وربما تقدر تغري، يعني تقوم هذه الشبكة بإغراء الشباب اللي كيعانيوا من البطالة وكيعانيوا من بزاف تاع الحوايج، ربما يدخلوا معاهم وتولي شبكة كبيرة والعياذ بالله. هنا كنستحضر واحد الخبر اللي كنت قريته شحال هذا، ربما يعني شي 7 سنوات أو 8 سنوات وأنا أبحث. الخبر كيتعلق بالأنفاق الموجودة ما بين أمريكا وبين المكسيك، واللي كان كيستعملها واحد رئيس تاع العصابة مشهور، عصابة كبيرة، إيل تشابو، اللي كانت تشد وتوضع في السجون الأمريكية. وهذا النفق يعني كان مجهز ومقاد ومصيب، بحيث أنك الناس اللي كانوا كيهربوا كانوا كيمشوا واقفين، وكانوا كيهربوا في هذه الانفاق اللي كتدخل حتى لكاليفورنيا بزاف تاع الكحل. في امان الله.